مشرفنا سيادة المستشار كمال الاسطنبولي رئيس محكمة سابق والمحامي بالنقد ومحلل سياسي ودستوري. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا أكيد. أهلا وسهلا. أهلا. احنا بس عايزين نتكلم في البداية الفساد ككلمة، هي جريمة في القانون ولا مجرد تصنيف؟ الفساد الأول تعريفه ملهوش تعريف محدد ممكن نستقيه ونقول ده التعريف ده منقول من هنا أو من هنا، ولكن ممكن نجتهد من خلال مضامين الفساد ومظاهر الفساد وصور الفساد في إعطاء تعريف للفساد. يعني مفيش جريمة اسمها الفساد؟ لا عندنا. أنا هتكلم في التعريف الأول قبل الجريمة. إيه هو الفساد؟ إيه هو الفساد؟ تمام. عشان الناس يعني تبقى فاهمة أو نبقى فاهمين كلنا متفقين من نقطة ننطلق منها في الموضوع. اتفضل. فساد مضامينه ومظاهره وأسبابه كثيرة ومتعددة. الفساد الأول تعريفه ملهوش تعريف محدد ممكن نستقيه ونقول ده التعريف ده منقول من هنا أو من هنا، ولكن ممكن نجتهد من خلال مضامين الفساد ومظاهر الفساد وصور الفساد في إعطاء تعريف للفساد. يعني مفيش جريمة اسمها الفساد؟ لا عندنا. أنا هتكلم في التعريف الأول قبل الجريمة. إيه هو الفساد؟ إيه هو الفساد؟ تمام. عشان الناس يعني تبقى فاهمة أو نبقى فاهمين كلنا متفقين من نقطة ننطلق منها في الموضوع. اتفضل. فساد مضامينه ومظاهره وأسبابه كثيرة ومتعددة، لكن ممكن نقول إن الفساد بشكل مبسط كده هو فقدان الشيء صلاحية تحقيق الغرض من وجوده. فسرها. فقدان الشيء صلاحية تحقيق الغرض من وجوده، من وجود الشيء نفسه. شرح بقى. ما هشرح. وممكن نقول طرق أسباب داخلية في الشيء أو خارجية عليه تؤدي إلى فقدان عناصر الصلاحية من تحقيق أغراضه ووجوده. زي أنا لو اديناها بمثال مبسط في الأكل، لو فسد الطعام الأكل باظ. ممكن يبقى عوامل ذاتية له مدة خارج الثلاجة فبيبوظ، أو عوامل خارجية دخل عليه مية وهو مش مفروض يتحط عليه مية مثلا، فيبقى فقد الغرض من وجوده وهو التناول. فأنا عندي النهاردة المؤسسات بقى ننتقل من التعريف المبسط إلى دولة وإلى نظام وإلى شعب وإلى مصالح. الدولة أساسا بتأتي سلطة الحكم فيها من أجل تسيير أمور الشعب الذي اختار سلطة الحكم. تمام. والناس بتطلق عليها العقد الاجتماعي. الدولة دي كسلطة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية بمختلف أنواعها، كسلطة المفروض أنها بتتبع أنظمة معينة لتسيير هذه الأمور. حين يتعطل القانون أو حين يكون التشريع مفتقد لقاعدة وجوده، حضرتك عارفة أن القانون قاعدة عامة مجردة، يعني الناس بتقرأه عشان يخاطب الكل بدون تمييز ويضع قواعد تحكم مسألة معينة لصالح الجميع دون تمييز. لكن لما تخرج لي قوانين تعتني بفئة معينة أو لفرد معين، فيبقى دخلت في الفساد التشريعي الذي سيؤدي لفساد اقتصادي الذي سيؤدي إلى هلم جرة من الفساد. وده يعني الفساد هو الإخلال بالمصلحة العامة التي اتفق من أجلها أو اختير من أجلها المسؤولين، وعلى رأسهم طبعا الرمز. تمام؟ طيب الناس تظن ان الفساد هو فساد مالي فقط، يعني اللي ارتشى او اللي اخذ عمولات او اللي تربح بشكل غير مشروع، هو ده الفساد. فهل الفساد انواع؟ هل الفساد في حاجه اسمها فساد سياسي، عندما يعني ارسم سياسه تخدم مصالح فرد او فئه، هل في هذا الامر فساد سياسي؟ الفساد الإداري ماذا عنه؟ وكيف يعاقب على الفساد إذا ما كانش محدد كجريمة في القانون؟ يعني حضرتك لسه قايل دلوقتي أن الفساد ليس له جريمة محددة، مظبوط؟
انا اتكلمت في التعريف، لكن هو في القانون لما نراجع ما فيش نص بيقول لي جريمه الفساد. لكن مجموعه جرائم اللي هي ايه؟ تمثل حاله فساد. يعني الاضرار بالمال العام فساد، اللي هو منصوص عليه افتكر في القانون في الماده 116 مقرره. تسهيل الاستيله والاستيلاء على المال العام فساد، اظن المنصوص عليه في الماده 113 من قانون العقوبات. الرشوه فساد، كلها امور تتعلق بامور ماديه. ما احنا ما عندناش بقى جريمه الفساد السياسي. الفساد السياسي ما مش عندناش جريمه سياسيه. ما عندناش جريمه سياسيه اصلا. ما فيش جريمه سياسيه، يعني ما تقدريش تحاكمي حد سياسيا محاكمته السياسيه عن اخطاء سياسيه فادحه ما بتبقاش امام محكمه وبنص قانون عقابي، وانما بتكون امام، لما بتتعمل بتبقى امام مجلس شعب مثلا يحاكم رئيس الجمهوريه في الجريمه السياسيه من باب اولى ياخد. تمام. الجريمه حضرتك قلت توقفت عن نقطه مهمه جدا، عدم وجود جريمه سياسيه، لا يوجد تشريع او حتى تفنيط زي ما حضرتك اشرت يعاقب من اساء اداء سياسي. انا عايز بس اوضح له ان الفساد طبعا هو بيتكلم عن المحليات بتعنيه قوي، لان هو كل واحد فينا هتلاقيه يعني نوعيه الفساد اللي تعباه. دخل مجلس حي ولا مجلس مدينه ف لقى طلبوا منه رشوه مثلا فما وجعاه. بيعمل مصلحه اداريه في حته فتعرض لابتزاز فوجعاه، فبيتكلم في الوجيعه بتاعته مصدرها انا الحته دي، يبقى فيه الفساد في الحته دي. طبعا يعني السمكه تفسد من الراس، لان الراس دي فيها العين وفيها المخ وفيها الخياشيم، ما بتفسدش من الديل ولا من الجسم من المنتصف. لكن اذا فسدت الراس بكاملها بيصاب الجسم كله بالفساد. تمام. من اول الراس وبيحصل الى ابعد نقطه في الديل. صح. انا من وجهه نظري الاصلاح بياتي دائما من راس اي مجتمع، وبيحط نظم يمشي عليها المجتمع كله، فبتبقى العمليه ماشيه في مسار. طب وازاي حضرتك والفساد ياتي ايضا من مجموعه القائمه على راس اي نظام في اي مجتمع، فبتؤدي الى تفشي الظاهره زي السرطان في جسم المجتمع كله. طب بس ازاي هنحاسب الرأس ولا يوجد جريمة سياسية ولا يوجد محاسبة؟ لا، في جرائم جنائية بتغطي. لا، في جرائم جنائية بتغطي. يعني الاضرار بالمال العام ما هو جريمة جنائية. الاستيلاء ما هي جريمة جنائية. تسهيل الاستيلاء ما هي جريمة جنائية. الرشوة ما هي جريمة جنائية. طب يعني هو كل مسؤول ما شاء الله من المسؤولين متهم بقدر لا يستهان به، من يعني مثلا اهدار المال العام، تمكين الغير من تحقيق منافع مالية، قيامهم ببيع لصالح ربما دول كمان مجاورة. يعني هيحاسبوا على أي جريمة من هذه الجرائم. يعني أنا هرد على حضرتك بقى، بس عايز يعني أوضح حتة هتوصلني للرد. تمام. إيه أساسا اللي بيخلي كل هذا العبث وهذا الارتجال وهذا الفوضى، الحرية الكاملة للقائم على إدارة شؤون الدولة أو القائمين عليه من وزراء، من رؤساء مجالس إدارات، من كل مسؤول في مكانه بيتحاسب النهارده؟ إيه اللي خلى دون رقابة كده واللي بباله بيعمله؟ إيه؟ في قانون زي ما انا قلت، يا تشريع فاسد، منظومه تشريعيه فاسده، فتحط قوانين لحالات الناس ما بتبقاش واخده بالها منها، لكن هي بتبقى طالعه في المطبخ بتاع التشريع تقنن الجريمه، تقنن جريمه، تقنن الفساد. تمام. واخده بالها، وده اللي كان حاصل طبعا. اما ان هناك قوانين صحيحه وسليمه ولكن معطله. ليه؟ معطله ولا تخترق؟ معطله. يعني ايه معطله؟ يعني بيغض القائم على تنفيذ القانون الطرف عن المسألة. زي قوانين ايه مثلا كانت معطله؟ اي قانون ما هي فيه نسبيه. القائم اللي في ايده الامر والنهي اما يقدر يعطل
مساءله بيعطلها. حضرتك تقصد مجلس الشعب؟ لا انا ما بقصدش مجلس الشعب، انا بقصد اي جهاز حكم، اي رئيس دوله، اي حته لو عايز يعطل تعطيل القانون على مساءله ده هيعطل بطريقه او باخرى. ما هو طالما المجتمع فاسد ما فيش رقابه، ما عندكيش رقابه، في ناس حاضر طيب نعم في الاجهزه. يعني انا اتكلم بقى بصراحه قوي، هو النهارده يعني كل اللي موجود ده واللي بيتم المحاسبه عنه ده مش بلاغات سابقه وقديمه وكانت اتحفظت؟ مش اجهزه رقابيه، اجهزه رقابيه، اجهزه عندها ملفات لكل، مش هقول لك لكل بني ادم في مصر، لكل نمله في مصر ماشيه على ارض مصر بتعمل ايه. تمام. الاجهزه دي لو تسترت على هؤلاء تكون مسؤوليه هذه الاجهزه الرقابيه، لكن كما اشيع وصلت للي انا بشير اليه. لا في احتمال اخر. هي لقت متنفذ بقى. لا في يا فندم احتمال اخر، ان هذه الاجهزه الرقابيه زي ما سمعنا قدمت وقامت بما عليها من واجب، واخذت هذه الاوراق ووضعت في الادراج. في هذه الحاله، لان في البعض بيتهم مثلا الاجهزه الرقابيه وجهاز الكسب غير المشروع بالافساد، لانه او بالفساد لانه لم يقم بواجبه. في الحاله ديت يكون هو متورط ولا غير متورط؟ لا هي اما بتيجي مثلا اجهزه زي الرقابه الاداريه مثلا عامله ملف كامل، فالملف ده ما هي اصل لما يبقى فيه فساد فبتبقى مش وزاره، بتبقى عصابه. تمام. عصابه، اجتماع مجلس العصابه مش اجتماع مجلس الوزاره. على فكره الكلام ده انا مش بقوله النهارده عنتريه ولا فروسيه، انا قايله من زمان، وقايله في شهر 7 في قضيه وائل الابراشي في قلب المحكمه. ستكون محاكمه لاوزار المستوزرين، الوزراء، اللصوص، التجار، السماسره، الفجره. تمام. مكتوبه من شهر 7. تمام. مش جديده، يعني مش بقول عنتريه النهارده، لان احنا كلنا بقى في الفتره الاخيره بقيت تمينا رائحه الفساد في كل مكان. ما حضرتك جاوب لي على السؤال، هل هذه الاجهزه الرقابيه متورطه ام غير متورطه؟ ما انا بقول لحضرتك، هي لما تطلع ملف توديه لجهه ما، رئيس وزاره، تقول له الوزير بتاعك عندك فيه كذا وكذا وكذا، او تودي ملف الوزير تقول في رئيس مؤسسه عندك بيعمل كذا وكذا وكذا، وكلها انحرافات. فيجي من باب الخلفي في مصالح مرتبطه، في بيزنس بينهم، في سمساره بينهم، في حكايه، هيبقى مش هيسأل، ستكون محل الادراج. طب وكيف تحمي هذه الاجهزه الرقابيه حالها؟ لان زي ما حضرتك شايف دلوقتي هم يعني متهمين بالتستر على الفساد ومسايره الفساد كان من خلال قانون. فهل هذه الجرائم التي ارتكبت في ظل قانون مقنن سيعاقب عليها مرتكبيها ام سيفروا بفعلتهم، يعني زي ما بيقال؟ لا، هو كل ما كان في تم لا يتوجه للمصلحة العامة وتكونت من ورائه ثروات غير مشروعة ومثل حالة من النهب والسلب للأموال، فيها إعادة نظر في كل شيء، حتى ولو كان ضمن قانون. ده أنا هقول لحضرتك على حاجة، حتى في البيع اللي تم، احنا بنتكلم حتى في الاموال المنهوبه دايما بيرتبط في الذهن، زي ما الفساد بيرتبط في الذهن بالمال، رغم ان في فساد مثلا في الصحه، في فساد اداري، في فساد في المحليات، في فساد في التعليم، في كل المنظومه الاجتماعيه كلها واقعه، حدث ولا حرج، كلها واقعه. اللي عايز اقوله ان حاله الفساد مرتبطه في الذهن بالمال، فايضا كنا بنقول ايه في الحته حتى في حاله البيع، حتى في حاله البيع الخصخصه اللي تمت، الخصخصه دي اساسا انا كنت بشوفها وكتبت فيها مقالات كثيره جدا في صحف متعدده، بشوفها انها نافذه كبيره، مش نافذه، دي بوابه كبيره لستر مساله الفساد.
يعني ايه ان دولة او حكومة جيبها اليمين فيه اراضي وشركات، وجيبها الشمال في اموال البنوك، وتجيب لي ناس تقول لي خد من جيب الشمال قروض، اشتري من جيب اليمين شركات واراضي. طب ايه استفدنا ايه من الكلام ده؟ هل في رؤوس اموال جايه لي بتعمل رواج في البلد؟ هل اللي بيتباع موازي لقيمته؟ قلت لك لا مش مهم. في بين الجيبين ترابيزه والحدق يفهم، كله تحت الترابيزه. يجي ياخد قروض، نسبه تطلع من القروض، خلوا 200 مليون يبقى في نسبه على جنب عشان ياخد ال 200 مليون. هيجي يشتري شركه يبقى مقدر ليها 2 مليار، تبقى ب 500 مليون او 400 مليون. المليار ونص الباقي بيدفع منه جزء بره الاوراق للي يسر له واللي سهل له، جزء وجزء اخر هو بيستمتع بيه. طب معلش، يعني حتى لو حضرتك قلت حتى لو كان في بيع، حتى لو كان في خصخصه، حتى لو كان في تعاملات من اي نوع سيعاد النظر فيها، احنا استفدنا ايه؟ هل هناك منظومه او خطه قانونيه؟ يعاد النظر بقانون برضه، بالقوانين. تمام، هو ده اللي انا عايزه اساله ازاي بقى؟ اولا كيف سنرجع في هذه القرارات؟ كيف ستجمع ما نهب من اموال واهدر من اموال؟ كيف سيحاسب هؤلاء وهم تصرفوا حسب قانون، يعني تصرفاتهم قانونيه؟ لا، في قاعده عندي قانونيه: الغش يفسد كل شيء. تمام. شوف ده بنتكلم في الفساد بقى. الغش يفسد اي تصرف ولو استبان منه انه ظاهريا مشروع او ظاهريا صحيح. لكن لو دخل عليه غش فالغش يفسد التصرفات. وده يعتبر غش. وده غش طبعا، ده غش وتدليس وكل حاجه في الدنيا. طب هيجمعوا هذه الاموال. اجي بقى ازاي تثبت عشان ما يبقاش في حاله برضو؟ من انا عايزين برضو في هذه الفتره ننبه الى مساله: هناك فارق بين محاسبه وفارق بين شهوه انتقام. طبعا لازم نفرق. المعيار بينهم ايه؟ الدليل. ما تختلطش، عشان المساله ما تختلطش. وهناك فارق بين ان ارى تحفظا على امر يجرى وبين ان اتهم بانني ضد تغيير. انا مش بتكلم عليا، انا بتكلم على كل من يرى تحفظ في شيء يجرى. وايه الحق بين الاثنين او ايه الفاصل ما بين الاثنين؟ الدليل هو الدليل والمصداقيه الوطنيه. كيف نثبت هذه الجريمه زي ما حضرتك قلت؟ جريمه الخصخصه اللي هي المسائل اللي اتباعت فيها. هنيجي نشوف تقيم جميع المشروعات التي تم بها تقييما دقيقا وصحيحا محايدا، ومش تقييم دفتري وموضوعيا. لا، ده تقييم وبسعر البيع. تمام. مش هقول النهارده، بسعر البيع. يعني ما اجيش مثلا زي عمر افندي اقول ايه هو كان بيكسب كام فبيدخل كام فيبقى هو دي عناصر التقييم فيبقى يجيب 500 مليون وشويه. لا، ما اقدرش اقول كده، لان انا عندي مبنى لوحده يجيب مليار وشويه. تمام. امال التقييم يبقى كده. مباني كله على بعض. اصول. تمام. اسم، سمعه تجاريه، عنصر اتصال بعملاء. الحسبه اللي حضرتك بتقول عليها دي كانت الحسبه اللي من قبل. تمام. دي اقدر اعملها النهارده. مش ما اعملهاش، اقدر اعملها. طيب ثبت ان بس على ايه بقى؟ على اليوم اللي هو اشترى فيه، سعر اليوم اللي هو اشترى فيه. طيب اذا كان في فجوه كبيره يحصل ايه؟ كده تثبت عليهم الجريمه. مظبوط. طبعا. اصل مش ممكن، اصل في حاجات بقى يعني مش ممكن حاجه ثمنها 3 مليار ويشتريها ب 500 مليون. طيب وبتسحب منهم هذه الممتلكات العقاريه مره اخرى؟ هي لو ثبت الغش فيها من خلال بقى التحقيقات التي تتم مع المسؤولين. ما هي اصل التحقيقات دلوقتي في جزء بيصب في صالح جزء، وفي اجزاء بتخرج من رحم اجزاء. يعني وقائع ما تبقاش من ضمن البلاغ في بدايه التحقيق. المحقق يرى يكتشفها. تمام. فتجر وقائع تانية وهكذا. فالنهارده ممكن من خلال التحقيق مع مسؤولين
يبان ان في المشروع الفلاني تم بكذا. العاملين اللي في المكان دول حاسين ان هو اتباع بثمن بخس، بيقدموا ادله تحت ايديهم اوراق بسم الله ما شاء الله، يعني النهارده كله مصحصح يعني. طيب الحمد لله. القوانين كأن شيئا لم يكن، القوانين التي تدلس حقائق او تمرر مصالح خاصه انها لم تكن، يعني هم مش محميين بقوه القانون في هذه الحاله. للاستاذ علي، حضرتك هو الحقيقه احنا مش بنناقش قضيه امام القضاء، وانما بنناقش موضوعات بيخرج منها قضايا امام القضاء. وانا معاه جدا في نقطه ان احنا امامنا اولويات هامه جدا في مصر دلوقتي، ما فيش عليها اجماع، ما فيش خلاف فيها. واحد الامن، ومش هقول اتنين، وواحد مقرر الانتاج. تمام. لان انتاج بدون امن ولا حاجه، وامن واحنا قاعدين امنين وما بنشتغلش ولا حاجه. تمام. احنا الحقيقه الفتره اللي فاتت دي استنزفنا وارهقنا ماليا، ويجب علينا تعويض ما فاتنا واستعاده ما فاتنا وتعويضه. تمام. اتفضل. انا بقى عايزه اقول ان احنا يعني هنخصص عده حلقات للقوانين التي تحكم الاداء المهني، وربما الانتاج ما يتعلق به بالقوانين ربما هو قانون فض الاعتصامات على اعتبار مناهضته للوقفات الفئوية وإعادة حركة الإنتاج مرة أخرى. سيكون معنا أيضا في ساعة بث مباشر كاملة لحضراتكم. ولكن علشان نكون أكثر عملية بقى، هو قال نقطة مهمة جدا أستاذ علي، فقد الثقة في المنظومة القانونية ككل. ده حاجة صحيح. دي حاجة إيجابية ولا حاجة سلبية؟ ليه حق ولا ملوش حق؟ لا ليه حق، كل الحق. طب احنا هنهدم، احنا طبعا احنا في بصدد دستور يعني دستور جديد، ولكن هنهدم المنظومه. لا مش بنهدم القوانين، ما هو برضه دي حته لازم نتنبه لها. هو قانون الدستور كان معمول سنه كام؟ سنه 71. ما قانون العقوبات من قبله، قانون الاجراءات الجنائيه من قبله، قانون المدني من قبله. لا مش مقصود انه مع تغيير الدستور غير قوانين. لا، هناك يقصد القوانين اللي هي كانت تشريعها بأغراض فاسدة، لأغراض فاسدة، بس هو عم لستر فساد. هو عم أستاذ علي، مش كلها الحقيقة، يعني نسبة منها. لكن يعني أنا مثلا هقول لسيادتك قانون سرية الحسابات، تمام، ظاهره رحمة وباطنه فساد. كان إيه المقصود بيه؟ أنا حضرت مناقشاته قبل ما يطلع. ده قانون سرية البيانات ده يعني بيطبق على ايه؟ سرية الحسابات الاول، الحسابات كانت مفتوحة اي حد، الحسابات البنكية يعني؟ البنكية. ده مهم قوي ده. وبعدين اصبح باجراءات معينة لما يبقى في جريمة تتم الكشف عنها باجراءات معينة. تمام. ليها سكة بقى النائب العام ورئيس الاستئناف ويصدر امر بالكشف عن الحساب وكده. بس امتى هيعملوا الكلام ده؟ بمناسبة شكوى او جريمة. لكن طالما انا عملت كفر وغطاء لاغسل اموالي من مخدرات، واغسل اموالي من اثار، واغسل اموالي من رشاوي، واغسل اموالي مش، طب ما هو انت بتدي حماية حتى لو هو يدي في وجاهه معينه، اشوف السلبيات اللي قصادها قد ايه. تمام، صح. فمن يعني في المناقشات اللي كانت بتتم، انا فاكر ايامها قلت هذا الطرح. يعني كمان احنا في بصدد، او يجب ان يكون هناك اعاده نظر في قانون سريه الحسابات. هيكون موجود معانا كمان، ده عنوان جديد يا فاطمه يكون موجود معانا، لان فاضل لنا 4 دقائق. انا عايزه اجاوب على استاذه. ونيجي نخش بقى في اتفاقيات مكافحه الفساد، متناقضات. ما هو نخش يبقى بنحط نفسنا في عنوان ان احنا بنكافح الفساد، بس احنا يعني حامين، واحنا احنا اشتركنا وخلاص، يعني مش مشكله نبقى فاعلين يعني. اسمنا موجود. صح. لكن بنعمل بيها لا. ما هي دي بقى يعني المشكله. دي الحمد لله ان احنا اسمنا موجود النهارده، لان دي
عظيمه جدا في استعاده الاموال المنهوبه بالخارج. تمام. انا ليا سؤالين بس عشان الاستاذ علي برضو كان في حته معلش صغيره. فاضل لنا 4 دقايق وما هو تدخلش كان على مدام بيتكلم تهاني. على حته كويسه فعلا. السائر دائما يريد مطالبه تتحقق في التو اللحظه. احنا محتاجين وقت، فاضل لنا 4 دقايق عايزه اجاوب المعامل على المؤسسي دائما قائم على تؤدده. ففي فجوه بين العمل المؤسسي وبين طلبات السائر. فالطالب والمطلوب منه بيبقى في بينهم مسافه، وده اللي هو بيعمل بعض الخلافات في وجهات النظر حاليا. اتفضل. الفساد المنتشر ما زال منتشر. انا متفقه معاها ان احنا سيطرنا فقط على القله اللي هي الرؤوس، ولكن الفساد المنتشر كيف يمكن تحجيمه، كيف يمكن القضاء عليه بايجابياتنا وباستغلال بقى القانون؟ نعمل ايه؟ عندنا حاجتين. تعقب حالات الفساد السابقه، تمام، والتي يتم تكشفها دلوقتي. لازم مستندات، لازم مستندات، والا كل واحد هيرمي التهمه زي ما هو عايز. تمام. 2 تفعيل ادوار الاجهزه الرقابيه مستقبلا. انا عندي اجهزه رقابيه كتير عايز افعل دورها. مش محتاجين قوانين بقى، ده القوانين موجوده وهي والاجهزه موجوده وكيانات موجوده. والاجهزه موجوده. طيب اذا لم تفعل، احنا مش اصل احنا عدم التفعيل ده كتير قوي يا سياده المستشار، وحضرتك كرئيس محكمه ادرى مني. انا هقول لحضرتك احنا عايزين قانون علشان يلزم تفعيل هذه الكيانات. مش معقول يبقى عندي كل هذه الكيانات وكل هذه القوانين وهي غير مفعله. انا عايزه قانون يعاقب على عدم التفعيل القانون او على عدم تنفيذ القانون. ايه راي حضرتك في ده؟ انا عايز اقول يعني لما يجي عندي جهاز زي الاموال العامه، تمام، وشبيهه الاجهزه زي دي، ايه اللي بيحصل؟ ما جهاز زي الاموال العامه جهاز رائع ما يفعل، ايه المشكله؟ لكن هو بيجي منين؟ بيجي من قبل وزير الداخليه. لا، انا عايزه بعد ما يجي من قبل وزير الداخليه الاختيارات يقدم وزير الداخليه لمجلس الشعب، ويبقى مجلس جاي من الناس. ايوه، مش مجلس حقيقي. يقدم مجموعه من الاسماء، والمجلس الشعب هو اللي يختاروا المده، يختاروا من اسماء الوزراء بتوع اللواءات اللي في الداخليه. تمام. ويبقى المده دي الحساب بتاعه، كشف الحساب بينه وبين مجلس الشعب، مش الوزير. عشان الوزير ليس لا يكون له كان طيعا للوزاره ما يقدرش يأمره، فيقول له غطي على اللي انت عامله، بلاش الملف ده. لا، هو عارف انه محاسبته مش من الوزير. طيب الخريطه اللي حضرتك رسمتها او التقسيمه الواصله دي، هل ده قانون ولا ده تنظيم تنفيذي يعني اجرائي؟ ده ممكن يتعمل بقانون للاجهزه الرقابيه، يعين رؤساء، يتم الوزير المختص طرح اسماء على مجلس الشعب، والمجلس يختار من ضمن هذه الاسماء الاسم الذي يتولى قياده هذا الجهاز، وفتره تولي هذا الجهاز بيحددها المجلس، ويكون حسابه من المجلس ومتابعه اعماله من المجلس. يعني انا مش بسلخه يعني مثلا في الاموال العامه، ما هو تبع وزير الداخليه ولواء في الداخليه وكل حاجه، لكن طالما دخل المكان ده اهو بقى رئيس الاموال العامه، يبقى اختياره من المجلس وحسابه مع مجلس الشعب. تمام. عشان انأى بيه عن تأثر بالقياده المباشره بتاعته اللي هو مثلا وزير الداخليه هنا. تمام. كذلك الرقابه الاداريه. تمام. وهكذا. تمام. زي فكره الجهاز المركزي للمحاسبات، ما هو بيجي منين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؟ العلاقه بتاعته مع مجلس الشعب. تمام. انا بشكر جدا سياده المستشار كمال الاسطنبولي، رئيس محكمة سابق والمحلل السياسي والدستوري والمحامي بالنقد. انا بشكر حضرتك جدا تشريفك لينا النهارده يا فندم، استفدنا من خبرة حضرتك، على وعد ان حضرتك تشرفنا، لان الملف زي ما اشار استاذ علي احنا مش هنكتفي بحلقة للعنوان، احنا معانا ملف كامل لكل عنوان. الفساد يفرض على اكثر من حلقة وهكذا. بعطيكم موعد ان شاء الله يوم الخميس في تمام الساعة 5 على الهواء مباشرة بالقناة.